بص الميه، بص الميه اللي نازله من العربيه عامله ازاي. تعال اعرفك تغيرها ازاي وبنفسك. اول حاجه هنجيب الميه، وبغض النظر عن النوع ده، لو انت مش عايز النوع ده في انواع كتير كويسه التركيز بتاعها 50%. لكن دلوقتي ونيجي للغطا بتاع الريداتير، هنفك الغطا دون وهنشيله في حته امان ما يكونش بس يقع، وهتنزل بالنظر. بص ركز معايا، ده الريداتير بتاع العربيه، واي ريداتير خلقه ربنا بيكون فيه حنفيه من تحت. الحنفيه دي شكلها طيب ايه بقى الحنفيه دي؟ الحنفيه دي بتبقى موجوده لتصفيه ميه الريداتير، وهتيجي عند الحنفيه دي اسفل الريداتير بتاع العربيه، وهتفك الحنفيه دي بالاتجاه دون، تفضل تفك فيها، تفك تمام. وهنا هتلاقيها بتنزل الميه بتاعه الريداتير. طبعا انا حاطط حاجه تحت العربيه علشان تصفي الميه فيها علشان نشوف اللون بتاعها. تسيبها لمده من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما تنزل كل نقطه ميه موجوده في الريداتير بتاع العربيه. وخد بالك شرط اساسي تفك الغطا دون عشان ياخد هواء ويصفي الميه كويس من الريداتير بتاع العربيه. وده شكل الميه وهي بتصفي. طبعا المفروض الميه دي خضراء على فكره، هي مش حمراء، هي بس قلبت بني. النقطة دي مهمة كمان، ان انت تفضي القربة بتاع الريداتير بتاع العربية. هتنزل الخرطوم ده لأسفل العربية من تحت، وهتخليه يصفي علشان ينزل المية القديمة كلها من القربة بتاعت العربية. وبعد ما تتأكد ان المية كلها صفيت هترجع تقفل الحنفية تاني. وبعد كده العربية باردة تماما، العربية مش سخنة، العربية مبطلة. هتبدأ تحط المية، وخليك حذر عشان ما تدلدقش منك. لازم تملى القربة لحد البوينت بتاع كلمة فول دي، أو فوق الفول بحاجة بسيطة. وأول ما تتملي كده هتجيب الغطا تقفله وتتأكد إن هو مقفول كويس. هتفك الخرطوم ده تاني وتدوس على الخرطوم وتشوف هنا بيحصل تسريب للميه ولا لا. وفي حاله ان لو حصل تسريب يبقى الغطا ده محتاج يتغير. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك. ليه بقى الميه بتنزل باللون دون؟ الميه بتنزل باللون دون لان هي عمرها في العربيه كبير جدا. الميه دي طبعا اصليه، ولكن مفروض ان هي بتتغير على عدد كيلومتر معين او عدد سنين معين، وهي بتكون يا كل سنتين يا كل 120,000 كيلو، ايهما اقرب يعني ده او ده.